وتقدم من لاعبي النادي الاهلي على حدود منطقه ال 18. ودي تسديده حلوه وجول جول جول جول. مش مفيش احسن من كده، مفيش احسن من كده. وليد سليمان بيفتتح التسجيل. وليد سليمان بيفتتح التسجيل بمهاره فنيه عاليه. مش بقول لحضراتكم مهارات ونجوم ولآلئ وجواهر في تشكيله النادي الاهلي. وادي اللقطه الاولى، اللقطه المضيئه اللي بتسعد جماهير النادي الاهلي في الدقيقه 11 من عمر وزمن اللقاء. بص شوف وليد سليمان بيعمل ايه، بص شوف وليد سليمان بيعمل ايه. الكوره على طول واحده والثانيه مخطوفه خطف، مخطوفه خطف ورايحه في اقصى الزاويه اليسرى لابراهيم عبد الجواد. لا تصد ولا ترد علشان تهتز شباك بترو. تتنفذ الركنيه قصيره. اسامه بيعكس واحده على القائم الثاني. وادي الكره في منتهى الخطوره وجول. كره في منتهى الخطوره وجول محمد كوفي. محمد كوفي في لقطه فريده جدا جدا وغريبه جدا جدا من دفاع النادي الاهلي. وضربه راسيه عاجيه، ضربه راسيه عاجيه ما يقدرش يتصدى ليها شريف اكرامي. ويعود محمد كوفي من بعيد بفريق بتروجيت بهدف التعادل في الدقيقه 32 علشان تصبح النتيجه التعادل الايجابي 1-1. ادي الركله الركنيه، الركله الركنيه الاولى. اسامه محمد بيعكس كوره ما كانش فيها لا رايه ولا صفاره، ما رفعش فيها اشرف متولي. وادي الراسيه على بعد 5 متر ونص، عايز يطلعها بايده الشمال شريف اكرامي. ولكن قوه الكوره وقوه الضربه الراسيه اللي حاططها بقوه كبيره جدا جدا محمد كوفي بتاخد ايد شريف اكرامي وتسكن الكوره شباك مرمى النادي الاهلي علشان تتعدل النتيجه ويعود الهدوء للكابتن طه بصري وتصبح النتيجه 1-1. تتنفذ الركنيه وادي راسيه. وفين في ايه؟ في هدف 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 لمصلحه النادي الاهلي. هدف لمصلحه النادي الاهلي في ايه؟ في اقل من دقيقه، في اقل من دقيقه حسام غالي بيحط هدف في توقيت غالي جدا جدا رغم محاولة مدافع بتروجيت ان هو يطلعها قبل ما تتجاوز خط المرمى. ولكن الضربة الراسية بتتجاوز بكامل هيئتها واستدارتها خط المرمى علشان يتقدم النادي الاهلي بعد اقل من دقيقة واحدة ويصبح النتيجة 2-1. بص شوف الضربة الراسية وادي المتابعة من اسلام الشاطر. ولكن كانت تجاوزت الكرة خط المرمى علشان يتقدم النادي الاهلي من جديد وتصبح النتيجة 2 النادي الاهلي 1 بتروجيت. هدفين في دقيقة. كرة معدي بيها اسامة ودي تسديدة في منتهى الخطورة وجول. تسديدة في منتهى الخطورة وخطأ من شريف اكرامي. وسمنة المرة دي يستغل الكرة اللي وقعت وساحت من ايد شريف اكرامي ويستغلها محمود سمنة ويدرك ويلدغ فريق بتروجيت النادي الاهلي بهدف ثاني وتصبح النتيجة 2-2. الخطأ وارد والاهداف يا اما بتيجي بمهارة يا اما بتيجي نتيجة اخطاء. خطأين، خطأ اول من دفاع النادي الاهلي يستغله كوفي وخطأ ثاني من شريف اكرامي في لقطة ايضا من ركنية استغلها اسامة محمد وسدد بالقدم اليسرى تسديدة ولكن بتعدي وترتد من صدر